زمان وانا في الثانويه العامه كان عندنا درس عن النحل وانواعه وانتاجه، وكان اهم حاجه حافظاها لحد النهارده ان النحل المصري شرس وعصبي وبيتحرك كتير، وانتاجه من العسل ضعيف جدا. اما النحل الكانيلوني ده نوع تاني من النحل، هادي ووديع وانتاجه من العسل وفير. انا من يومها كل ما بشوف الشعب المصري انا كاني بالظبط شايفه قدامي النحل المصري. الشعب المصري بيتكلم عن الشغل اكتر ما بيشتغل، بيندب اكتر ما بيشتغل، بيعمل مخططات وحاجات اكتر ما بيشتغل بكتير. يعني في المدرسة، في البيت الست اللي بتطبخ، في الجامعة التلميذ اللي بيذاكر، في الشغل الشخص اللي بيشتغل، في المشاريع الناس اللي بتعملها بيعملوا اجتماعات وخطط وبيذاكروا او بيعملوا بلان للمذاكرة، او بيندبوا انا لسه هطبخ ولسه هعمل وورايا 50 حاجة وترك ترك. واللي بيشتغل يقول لك انا لسه ورايا اجتماعات وورايا 50,000 اجتماع ودره. الانتاج بقى في كل الليله دي كلها على بعضها في كل المجالات ضعيف جدا جدا جدا، اقل بكتير قوي من الكلام عن الشغل، اقل بكتير قوي زينا زي النحل بالظبط. بنتحرك كتير، بنعمل كتير، لكن الانتاج ضعيف جدا. ليه بقى؟ لان المفروض حضرتك تعمل بلان، تعمل توزع وقتك صح. في حاجة اسمها أساسيات في الوقت، وفي حاجة اسمها أولويات. يعني الأساسيات بتاعتنا هي طبعا وقتك لازم يكون فيه 2-3 يوميا لعيلتك، ده لازم كده كده. واعتبر اليوم بقى الباقي هو 21 ساعة، قسمهم نوم وأكل، ثم تقسم أولويات اللي هي شغلك ما تحطش لنفسك تارجت انك تحققها 15 حاجة في اليوم، لانك مش هتحقق منها حاجة وهتحبط. لكن اقول انا اقدر احقق 1 2 3، اخلصهم كويس جدا وما تعصبش، واخلص تاني يوم ال3 اللي بعديهم، ولو يوم يستحمل 4، وهكذا. وخليك هادي ووديع عشان انتاجك يكون وفير، ما تبقاش زي النحل